ولهذا حذاري 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 يا بنات من هذا النوع من الذكور، لأن كل زوج ذكر وليس كل ذكر زوج. أهلا وسهلا حبايبي الغاليين، كيف راكم دايرين؟ نتمنى تكونوا على خير. لكم وحشة كبيرة بعد هذه الفترة من الغياب اللي كانت رغما عني ومنعتني نتواصل وندردش معكم كيف العادة. يا كنتم مزيانين، والأهم تكونوا مرتاحين في علاقتكم العاطفية والزوجية، هذا اللي كيفرحني كتير. وقبل ما نبداو في موضوعنا ديال اليوم، ما تنساوليش لايكاتكم للفيديو، كذلك بارطاج مع لي زامي ديالكم باش الكل يستافد، والاشتراك في القناه الا كنتو اول مره تكتشفوها باش دائما توصلوا بجديد الفيديوهات. موضوعنا لليوم موضوع جد حساس ومسكوت عليه، ولكن ضروري من النقاش فيه، لان كتير من الغزالات ديالي عايشين في هذا الوضع وما حاسينش بيه. اللي منهم واحد الاخت اللي قريبه على قلبي، اللي عايشاه بكل تفاصيله، ولكن محتارة، ما عارفاش شنو واقع ولا كيفاش تصرف، وقصدتني والمقصود الله. اختي ام لينا، انا متزوجه هذه 14 عام، فتره مهمه من حياتي عشتها ككل زوجه سعيده مع زوجها في عش الزوجيه، حياه اللي كلها حب وسعاده، اللي كنت كنشعر بها وعش بها في الاحلام الواهيه. وفي هذه الفتره هذه من زواجي اللي تكلات بثلاثه ديال الابناء، بنت وجوج ديال الوليدات، اللي زادوا من حياتي معنى اخر، وفرحه ما بحالها فرحه اللي كل بنت في هذه الحياه كتمنى تعيشها بكل تفاصيلها. وشنو خاصني من غير هاد الشي؟ زوج اللي صالح ومحب لعائلته ووليداته، نوروا حياتي وحياه مستقره بلا متاعب الحياه، هذا هو اقصى متمنياتي. وفجأة تغير كل شيء، كأنك خديتي راجل وحطيتي راجل اخر في تصرفاته، في معاشرته ليا كزوجة كحبيبة. الشي اللي دخلني في دوامة وحيرة، شنو وقع وكيفاش حصل هاد الشي؟ وعلاش؟ واش هو تقصير مني ولا تغيير في شكلي بعد ما ولدت وليداتي؟ مستحيل، ما زالت محافظة على شكلي وجمالي، ومهتمة بنفسي ومهتمة بوليداتي وحتى هو كزوج. ورغم كل هذا الحيرة قتلتني وكسرتني من الداخل ديالي، وكان كل وقته ديالي من بعد العمل ديالو كيشعرني بالحب ديالو والاهتمام ورغبته الجياشة في الممارسة معي بكل حب وشغف، وأنا كان بدلو نفس الإحساس والشعور اللي تولد عندي من أول نظرة وأول همسة. وكل ما كنت كنعيشو هو فقط كتلميع لصورته أمام المجتمع وأمام العائلة، باش يثبت فحولته ورجولته بالزواج والإنجاب. وإلى هنا انتهت مهمتنا النمطية أمام المجتمع، وهذا خلل فطري في تركيبة هذا الزوج أو الزوج الشاذ، اللي خصو شكون يكويه ويستمتع به. ما بقاش تهمو العلاقة الحميمية بقدر رغبته في ممارسة من الخلف مع نفس الجنس والاستمتاع به. ولهذا حذاري 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 يا بنات من هذا النوع من الذكور، لأن كل رجل ذكر وليس كل ذكر رجل. كانت معكم أم لينا، نتمنى لكم كل الحب والسعادة في حياتكم الزوجية، والسلام عليكم.